بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني في فيديو جديد. شايفين الساعة دي؟ سيبك منها. شايف دي؟ هي ده الجمدان. دي الساعة الأصلية طبعا اللي أنا عارضها في الفيديو. عارضها في الفيديو عشان أعمل لكم مقارنة بسيطة بينها وبين الساعة اللي هقفلها. إزاي يعني؟ أنا بقالي فترة جدا، يعني فترة طويلة جدا بحاول أنا أجمع قطع غيار تكون الماتيريال بتاعها أعلى ماتيريال في السوق. طبعا الظرف عندي من زمان وموجود تمام، بس حاولت ان اجيب اعلى استراب موجود في السوق. الحمد لله عرفت اوصل لاعلى استراب واخد الكود، بس طبعا كل ده مزيف. هو يعتبر فيرست كوبي من الاصل. يعني تعالى شوف الاصلي اهو تمام، حتى نفس التقفيل بتاعه من ورا. واخد كود طبعا بس الكود بتاعه مزيف. ماشي. وبرضو جبنا مكن تمام. حاولت اجيب لكم مكنه كويسه الى حد ما. ماشي. والظروف موجودة، وبرضو جبنا أصعب الجرس بتاعها تمام، مكتوب عليها ياباني، بس هي طبعا برضو مش زي الأصلية، بس أعلى سمك يعني موجود إن هو يستحمل معانا إن هي تتقفل ضد المية. أنا طبعا عامل كده ده كله ليه؟ سعر الساعة الكاستو الأصلي سعرها رفع وناس كتير بتستغلها وبقت تتجه للكوبي، بس الكوبي اللي بياخدوه زبالة زي ما انتم شايفين وبتشبر معاهم مية. دي أنا غيرت لها مكنة بسبب إن دخلها مية. طيب انا ساعتي مش هتخشها ميه ان شاء الله. انا بعمل عليها تجارب بعد ما اخلصها. يعني دي بقى لها ممكن نقول من الصبح في الميه، حطيتها في ميه ساقعه. ممكن تلاقي في تشبيره كده من على الوش بس، لكن الحمد لله مفيش ميه داخلاها. بصوا كده اهي تمام. كل دي ميه ساقعه. انا بعملها اختبارين، الميه الساقعه عشان الشتاء والميه السخنه عشان البخار بتاع الميه في الصيف، في الشتاء يا ربي، الميه الساقعه للصيف تمام. هعمل لكم طبعا منها البراندين. يعني جبت نظام السيور اللي هي المقفوله اللي زي كده عشان ما يتبهدل الدنيا، بس السير المقفول، وجبت منها السير او الاستراب القفل المفتوح. هنقفل الساعه سوا، بس نمسح الميه دي عشان ما تبهدلش لينا الدنيا. هقول لكم السعر في اخر الفيديو ان شاء الله، هتبقى متاحه. هعمل منها كميات طبعا، وجايب لها علبه مخصوص عشان اي ساعه هقفلها هسيبها في الميه وتبقى عليهم مراجعه. يعني اقفلها النهارده تاني يوم هتبقى عليها مراجعه. طبعا جبت الماده ديت، مع ان القفل الظرف ممتاز جدا والله، بعمله من غير ما احط الماده دي، بس طبعا عشان التاكيد والواحد سمعته ما تتضربش في السوق. وده طبعا الظرف. نفتح الظرف سوا. عايز اقول لكم ان شاء الله شغال الفترة اللي جاية بعمل الظرف. بصوا الجمدان، ودي الأصلية. ماشي. الظرف ده عايز اقول لكم انه مش اصلي، بس اعلى حاجة في السوق ومفيش اصلي، حتى واخد الكود زي الكود بتاع الاصلي، بس هو اعلى كواليتي في السوق ومفيش كواليتي اعلى منه. الظرف ده متقفل كويس جدا في المية، وعن تجارب يعني يمكن نقول من 2016، يعني داخلين في 10 سنين اهو، الحمد لله ما حدش اشتكى من الظرف ده. احنا بنجيب اعلى كواليتي بقى. وده جوان، والمسامير هنسيبها هنا على جنب تمام. اول حاجه هنعملها هنركب المكنه في الظرف بتاعنا. بس الاتجاه بتاعنا عامل ازاي. الفكره كلها ان الموبايل في صدري قدامي فبعاني شويه بقى، معلش. اهي كده زقنا الزراير، نزق برضو الزرار الاخراني بس بحرص طبعا عشان ما يحصلش اي خربشه الازاز تحت. الزرار دخل تاني. تمام. ايه رايكم؟ لحد الان ماشيين كويس، ان شاء الله نبقى ماشيين كويس. عايز بقى اي حد شاف الفيديو يكتب تم تحت، عشان ان شاء الله لما اخلص الويب سايت هتعرض عليك جميع منتجات المحل ان شاء الله.
اكتب تم، عشان لما ان شاء الله الويب سايت يخلص خلال الايام الجايه، ممكن شهر، ممكن اقل من شهر، ان شاء الله ارجع للفيديو تاني وابعت لكم اللينك بتاع الويب سايت. وان شاء الله بصوا بقى الماده دي عشان تقفيل الميه، تمام. ممكن تعمل سكرين شوت كده وتترجم الكلام اللي عليها، مش مكتوب عليها اي كلمه عربي. المهم ان شاء الله هتبقى طبعا الفتره محدوده، والشحن هيبقى مجاني على الويب سايت، بس طبعا للطلبات اعلى من 500 جنيه. ماشي. وطبعا هنشتغل قدام بعد كده على في الويب سايت على الكود الخاص، تمام. وطبعا اكتر ناس هتعمل لها اكواد خصم متابعيني هنا على اليوتيوب، بس لسه مش في البداية بصراحة، عشان المبرمج هياخد منه شوية شغل حوار تظبيط كود الخصم. دلوقتي احنا عايزين، والله ما شايف قدامي، عايزين نبيت الجوان كويس، تمام. ونجيب القصعة ونبيت مكان الجرس كويس زي كده. تقريبا الجوان عايز يتقلب. عايزكم في الفيديو ده يعني اعذروني شويه، عشان انا مش شايف قدامي اساسا. الموبايل حرفيا انا عامل ستاند وحاطط قدامه الموبايل، يعني انا فاهم مش لابس ستاند مثلا على صدري، لا انا مثبته على الباترينا وحاطه قدامي. طبعا لسه بعد ما نخلص هنمسح ونظبط. عايزين نتاكد من الجرس الاول. الجرس لسه ما اشتغلش. كده الجرس اشتغل، تمام. نرفع حساس الجرس شويه عشان ايه يشتغل معانا كويس. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اعمل تركيبة ريحة. عايز ايه؟ تركيبة ريحة. نوع معين؟ نوع ايه؟ BMW 3 دي. حاضر. مليه ب70. 70؟ معلش رجعت لكم تاني، بس انا بحط المادة دي لزيادة التأكيد، تمام. لكن انا والله عامة يعني ما بعتمدهاش في الشغل، عشان ابقى صريح معاكم. بس انا جبت منها كام ازازة كده عشان خاطر الشغل كله يبقى على نفس الريتم، تمام. نبدأ بقى نقفل الايه المسامير بتاعتنا. طبعا حتى المسامير نظام صليبة وعادة، نفس المسامير بتاعت ايه بتاعت الأصلية. المسامير ان شاء الله ستانلس عشان ما تغيرش معاك لون بعد كده. يعني بص دي اللي هي اللي صاحبنا جايبها اونلاين، هتحس المسامير بقت زبالة. عايزين المفك، تعالى يا مفك. هذا أول مسمار. عايز اقول لكم ان شاء الله مفيش ساعة من الكوبي دي هتطلع غير وانا مأكد عليها في حوار المية. ليه؟
ده حلم انا كنت بقالي فتره في بالي. هو يمكن ما اقولش حلم يعني كحلم، بس هو كانت فكره في بالي بقالها فتره كنت عايز انفذها، وكنت بدور طول الفتره اللي فاتت. اكتر حاجه عذبتني ان انا الاقي القصعه الكويسه. كان اغلبيه اللي في السوق صاج خفيف جدا 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 ومش كويسه. طبعا الصاج الخفيف دوت في التقفيل بيبقى اي كلام. نبدأ بقى ايه، نأكد على كل مسمار لوحده. طبعا عشان المصداقية انا مصور لكم فيديو ليها للساعة يعني وانا بقفلها. نجيب الفلاشة. برضه الازازة بتاعت المية دي. اللي عليها دي كيسة، طيب ماشي، بس طبعا هسيبها عشان لما نيجي نشحنها ما تتبهدلش في الشحن. هنركب الاستراب، نجيب السوستة. السلام ورحمة الله وبركاته. في سير اللي بتشال بيه التليفون لا والله. ولا هلاقيه في الفرع الثاني؟ لا برضه. انت عايز الدلاية اللي بتركب في التليفون يعني؟ لا، شوفوا محلات الموبايلات. بصوا كده يا جماعة، قفلنا الفردة الأولى. قفلنا الفردة التانية. كده الساعة بعد ما اتقفلت، طبعا زي ما قلت لكم دي لازقة، شيلها وهرجع اركبها تاني طبعا كده عشان نمسح مكانها، عشان برضه اوريكم الشكل النهائي للساعة. ده الشكل النهائي للساعة. فين الاصلي؟ اهي الاصلي. ايه رأيكم؟ يا رب يا رب يا رب تعجبكم وتعبي ما يروحش على فايدة. ولا مش عارف بتتقال ازاي عامة. فبصوا الفينش. شايفين؟ تمام. صدقوني ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا نشوف اللي انا كنت مغرقه في الميه. برضو لو حد عايز نظام الاف، صح كده، لو حد عايز نظام قفل مقفول تمام، حد عايز نظام قفل مفتوح تمام. طبعا انا بتكلم في تاريخ الفيديو الحالي، يمكن بعد كده قدام حاجه منهم تبقى ناقصه من السوق، القفل المقفول او القفل المفتوح. تمام ماشي. ان شاء الله متاحه حاليا. السعر بتاعها بقى 450 جنيه، ده غير طبعا شامل مصاريف الشحن. تمام. متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ومتنسوش تعلقوا بكلمة تم، عشان ان شاء الله اول ما تم الويب سايت اللي انا بعمله احطه لكم ان شاء الله في التعليقات. شكرا.